السلام عليكم، واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة الكبسة بالدجاج. كما على بالنا الكبسة هي طبق سعودي، كاين الكبسة باللحم والكبسة بالدجاج. انا حبيت نستعمل اليوم الدجاج معكم. هنا عندي لي مورسو تاع الدجاج، عندي التوابل اللي راح نتبل بيهم هذاك الدجاج، عندي الفلفل الكحل، الكركم، الزنجبيل، توابل تاع الدجاج والفلفل الاحمر والملح. كيما على بالنا الدجاج تاعنا يسحق نديرولو لامارينات باش يجينا بنين. وسمحوا لي البنات على الصوت تاعي، راني نهضر بني فيه والله غير راني بلا قريب. من بعد ندلو مغرفه تاع طماطم مصبره، نزيدلو الخردل ولا لا موتارد كيما هكا، ونحكم هذاك الدجاج تاعي كامل نتبلو بهذاك التتبيله كيما راكم تشوفوا البنات، ونخلوه بجيه يريح واحد الساعه ولا حتى يتشرب مليح هذيك التتبيله. نرجعوا نجيبوا لاكوكوط تاعنا، نديروا فيها مغرفه تاع الزبده معمره مليح زبده، نديروا فيها شويه تاع الزيت ونديروها فوق النار. كي نشوفوا هذيك الزبده ذابت وهذاك الزيت، نستفوا هذاك الدجاج اللي كنا درناه في لامارينات من قبل، نستفوه كامل في هذاك ليدام ونبداو نقلبوا فيه غير بشويه. قبل البنات هنا راح ندير زوج فصوصه تاع الثوم، ونخلو هذاك الدجاج تاعنا حتى نشوفوه تحمر مليح ودا وجه كيما هكايا باش نقلبوه. خلوه يتحمر مليح باش نقلبوه. شوفوا كيفاش تحمر لي الدجاج تاعي. هنا نقلبوه ونخليه يزيد يدي تحميره ثانيك. نغلقوا لاكوكوط ونخلوه يزيد يتحمر مليح. من بعد نزيد له كاس تاع الماء ونغلقوا عليه لاكوكوط ونخلوها مده 10 دقائق حتى اللي يطيب لنا هذاك الدجاج. نديرو هذاك الكاس تاع الماء، نغلقوا لاكوكوط مده 10 دقائق. كي يطيب لنا تفوت 10 دقائق نفتحوا لاكوكوط تاعنا ونحوا هذوك المرصوات تاع الدجاج. شوفوا اللي عندها لاكوكوط كيما تاعي ديرها 10 دقائق، اللي عندها الكوكوطه تاعها من هي تعرف الموديل تاعها هذوك الكوكوطه العاديه تخليها حتى 15 دقيقه. نحو كامل هذاك الدجاج. شوفوا الدجاج تاعنا كيفاش طاب محمر، طاب هايل، ومام المرقه تاعنا خرجت لنا بزاف هايله وبزاف بنينه. بعد ما نحيت هذاك الدجاج تاعي نحطوه بجيه. نرجعوا هنا عندي الرز اللي راح نديرو، عندي رز بسمتي. ماذا بيكم تختاروا رز تاع بسمتي البنات، باسكو الكبسه معروفه باللي تجيب البسمتي. من بعد نجيبو هنايا الماء سخون ماذا بكم باش نغسلو به هذاك الرز ونحولو كامل هذيك النشا تاعو. كيما راكم تشوفوا الماء راه ابيض، غسلوه حتى يولي الماء تاعو شفاف. من بعد صفوه ونجيبو هذيك لاكوكوط تاعنا اللي كنت نحيت منها المرقه وشللتها، نديرو فيها هذاك الروز تاعنا اللي صفيناه ونعبرو البنات. شوفوا العبر تاع الروز اللي تعبروا به الروز تعبروا به المرقه تاعكم، راح يجيكم معبر روز يقابلو عبر ونص تاع مرقه، عبر تاع روز يقابلو عبر ونص تاع مرقه. ونزيدوا له البنات العود تاع القرفه، الهيل والقرنفل. هذه التوابل مستحيل نستغناو عليها في الكبسه. قلت لكم الهيل، قرنفل، وعود تاع القرفه. وبالنسبه للمرقه انا كنت صفيتها كامل في الصفايه قبل ما نستعملها. من بعد نغلقوا لاكوكوط تاعنا ونستناوها كي تبدا تصفر، نحسبوا لها 5 دقائق ونطفوا عليها النار. كي تبدا تصفر لاكوكوط تاعك حسبي 5 دقائق وطفي عليها النار وخليه لاكوكوط مغلوقه مده 5 دقائق واحده اخرى باش تفتحيها. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. شوفوا هنايا انايا كيف فتحت لاكوكوط تاعي بعد ما صفرت خليتها 5 دقائق، طفيت عليها النار وزدت خليتها 5 دقائق واحده اخرى ريحت. من بعد نحي لاكوكوط تاعي على جهه وندير المقله تاعي فوق النار، ندير فيها شويه تاع الزيت ونقطع حبه تاع بصل هكايا جوانح ونديرها تذبل هذيك الحبه تاع البصل حتى تتكرمل. هما هكا يديروها في الكبسه، يخلوا هذاك البصل حتى يتكرمل. ونديروا نستفوا كامل الروز تاعنا ونديروا فوقه كامل هذاك البصل، نديروا له الزبيب، نديروا له المكسرات.
وكل واحد والمقدور تاعو. هي صح هذو الزبيب والمكسرات يزيدوها بنة. وها هي الكبسة تاعنا تاع اليوم اللي حبيت نشاركها معكم. تجي بزاف بنينة، وسورتو العشاق الروز. تقدروا ديروها بالدجاج، تقدروا ديروها باللحم. جربوها وقولوا لي رايكم فيها. وما تنساوش اذا عجبتكم الوصفه ديروا لي اشتراك في القناه، وخلوا لي كومنتير واش راكم حابين تشوفوا معايا، واش راكم حابين ندير لكم. بارطاجوا الفيديو. سلام.